من شأنه أن يزيل عن العبد العقبات والعوائق في الطريق، فتقوى من خلاله علاقة المسلم بربه، فيرجو الله عز وجل ويطمع في رحمته وإحسانه وجوده وكرمه. هذا الحادي وهذه العبادة تقابل عبادة الخوف من الله الذي تحدثنا عنه في الخطبة الماضية. هذا الحادي هو عبادة الرجاء، الرجاء في الله، الطمع في رحمة الله عز وجل، الاستبشار والفرح بجود الله عز وجل. الرجاء هو أن يحسن العبد ظنه بربه فلا يقنط من رحمته أبدا. الرجاء عبادة قلبية عظيمة، بل هي عبودية الأنبياء والمرسلين. فهذا إبراهيم عليه السلام يقول في دعائه: والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. الرجاء هو صفة من صفات العلماء العاملين، فقد نوه الله عز وجل بذكرهم في كتابه، فقال جل وعلا: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ ليس الرجاء عباد الله، ليس الرجاء عباد الله أن يطمع المسلم في رحمة الله عز وجل وواسع إحسانه وجوده وكرمه ويترك العمل والاجتهاد في الطاعة، فإن هذا غرور وتمن باطل. فإن الله عز وجل في كتابه قارن بين الرجاء وبين العمل، فقال سبحانه: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. ويقول جل وعلا: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة، يعني يبذلون له الطاعة أيهم أقرب، ويرجون رحمته ويخافون عذابه. أما من انغمس في الذنوب والمعاصي، أما من انغمس في الذنوب والمعاصي ولم يحدث توبة إلى الله عز وجل ولم يقلع عن الذنب ولم يندم عنه ثم حدث نفسه أن رحمة الله واسعة، فإن هذا تمني كاذب. وقد ذم الله عز وجل في كتابه الأماني الكاذبة، فقال جل وعلا: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. قال الحسن البصري رحمه الله: ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي، ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي، ولكنه شيء وقر في القلب وصدقه العمل. وقال رحمه الله تعالى: إن أقواما ألهتهم أماني المغفرة فخرجوا من الدنيا ولم يأتوا بحسنات. يقول الواحد منهم: إني لحسن الظن بربي وكذب، فلو كان حسن الظن بربه لأحسن العمل. معاشر المسلمين، إن ربنا سبحانه وتعالى هو أهل الرجاء، هو أهل الرحمة، هو أهل المغفرة. مغفرته ورحمته للعباد لا نهاية لها ولا حد. فقد أخرج الترمذي في جامعه بسند حسن حسنه الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل: يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك ولا أبالي. يا ابن آدم لو أتيتني بذنوب قدر عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. يا ابن آدم
لو بلغت ذنوبك عنان السماء أو لو أتيتني بقراب الأرض خطايا، والقراب هو ملء الأرض، لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. وأخرج الإمام مسلم في صحيحه أن الله عز وجل قال في الحديث القدسي: من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها وأزيد، ومن جاء بالسيئة فله مثلها أو أغفر، ومن جاءني أو من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، ومن تقرب إلي ذراعا تقربت منه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولة. عباد الله، من سعة رحمة الله وفضله، من سعة رحمة الله وفضله بهذه الأمة أن هذه الأمة أمة مرحومة لا يخزيها الله أبدا يوم القيامة، مصداقا لوعد الله عز وجل لنبيه. فقد قال الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم: إنا لن نخزيك في أمتك أبدا. ومن فضل الله عز وجل بهذه الأمة أنهم أكثر أهل الجنة، فقد ثبت في مسند الإمام أحمد بسند حسن أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: صفوف الجنة 20 و100 صف، أمتي منهم 80 صفا. ومن فضل الله عز وجل ورحمته بأذنب رجل في هذه الأمة ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في مسند الإمام أحمد والترمذي من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: سيخلص الله عز وجل رجلا من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة، فينشر له 99 سجلا، والسجل هو الكتاب العظيم، كما قال سبحانه وتعالى: يوم نطوي السماء كطي السجل الكتب. قال: فينشر له 99 سجلا من الكتاب، كل كتاب منه مد البصر، فيقول الله عز وجل: هل تنكر من هذا شيئا؟ فيقول الرجل: لا. فيقول الله عز وجل له: أظلمك كتبت الحافظون؟ فيقول له الرجل: لا. فيقول الله عز وجل له: ألك عندنا حسنة؟ فيقول الرجل: لا. فيقول الله عز وجل: بلى، إن لك عندنا حسنة، وإنه لا ظلم عليك اليوم. قال: فتخرج له بطاقة مكتوب عليها: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. فيبهت الرجل، أي فيتعجب، فيقول: أي ربي، ما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ فيقول الله عز وجل له: إنك لا تظلم أبدا. فتوضع البطاقة في كفة وتوضع السجلات في كفة، فتثقل البطاقة وتطيش السجلات. ومن فضل الله عز وجل ورحمته بهذه الأمة ما ثبت عند البزار والطبراني في المسند من حديث أبي الطويل شطب رضي الله عنه أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أرأيت من كثرت ذنوبه، فلم يترك حاجة ولا داجة إلا فعلها. لم يترك حاجة أي ذنبا صغيرا، ولا داجة أي ذنبا كبيرا إلا فعله، فهل له من توبة؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أأسلمت؟ فقال: نعم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: افعل الخيرات واترك السيئات يبدلها الله عز وجل لك خيرات كلها. فقال الرجل متعجبا: يا رسول الله، وغدراتي وفجراتي
أي غدر وفجور. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم نعم، أين التوبة؟ فأخذ الرجل يكبر ثم تولى عن الأنظار. معاشر المسلمين، إن أعظم موضع ينبغي للمسلم أن يغلب فيه جانب الرجاء والطمع في رحمة الله عز وجل هو عند سكرات الموت. فإن للموت سكرات عظيمة، وإن للموت آلام، وإن للموت كروبا عظيمة. ينتقل المسلم حينها من دار الدنيا إلى دار الآخرة أو إلى الحياة البرزخية، حياة لا يعلم تفاصيلها، فيصيبه من الخوف والفزع والهلع في تلك الساعة ما الله به عليم. ففي ذلك الموضع ينبغي للمسلم أن يغلب جانب الرجاء. فعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بثلاث يقول: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: وفيه استحباب تنبيه المحتضر على إحسان الظن بربه وقراءة آيات الرجاء وأحاديث العفو عنده. بارك الله لي ولكم في القرآن والسنة، ونفعني وإياكم بما فيهما من الآيات الحكمة. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه ويا فوز المستغفرين. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له قيوم السماوات والأرضين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا سيد ولد آدم أجمعين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. معاشر المسلمين، إن جمع المسلم بين الخوف من الله والرجاء فيه، إن جمع المسلم بين الخوف من الله والرجاء في عبادته لهو الصراط المستقيم الموصل إلى جنة رب العالمين. فإن الله سبحانه وتعالى في كتابه أمر العباد أن يعبدوه خوفا ورجاء، فقال جل وعلا: وادعوه خوفا وطمعا. لهذا نجد في كتاب الله عز وجل في آيات كثيرة الجمع بين البشارة والنظارة وبين الثواب والعقاب حتى يستوي الأمران عند المسلم فلا يطغى أحدهما على الآخر. قال الله عز وجل: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. وقال الله عز وجل: إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم. وقال الله عز وجل: قابل التوب شديد العقاب في القول. بهذا عباد الله، المسلم في آخر حياته إذا كبر في السن وكان في أخريات حياته عليه أن يجمع بين الأمرين، عليه أن يجمع بين الخوف من الله عز وجل وبين الطمع في رحمته. فقد أخرج الإمام الترمذي في جامعه من حديث أنس رضي الله عنه قال: دخل النبي صلى الله عليه وسلم على شاب وهو في الموت، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: كيف تجدك؟ فقال الشاب: يا رسول الله، إني لأرجو الله وأخاف ذنوبي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والله ما اجتمعا في قلب عبد في هذا الموضع، يعني الخوف والرجاء، إلا أمنه الله عز وجل مما خاف وأعطاه مما يرجو. وثبت في صحيح البخاري
أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الله عز وجل يأخذ بعبده يوم القيامة فيجعله تحت كنفه فيقول له: أي عبدي فعلت كذا وكذا، فيعرفه ذنوبه فيقول العبد: نعم ربي، فيقرره الله عز وجل بذنوبه كلها حتى إذا علم أنه قد هلك يقول الله عز وجل له: سترتها عنك في الدنيا وها أنا أسترها عليك اليوم. اللهم إنا نسألك خشيتك في الغيب والشهادة، اللهم إنا نسألك خشيتك في الغيب والشهادة. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم اشف مرضى المسلمين، اللهم اشف مرضى المسلمين، واقض الدين عن المدينين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.